الهمة، فهم صفوة الأمم وأهل المجد والكرم، طالت بهم أرواحهم إلى مراقد السجود ومراقد الخلود. من أراد المعالي هان عليه كل هم، لأنه لولا المشقة ساد الناس كلهم. ونصوص الوحي تناديك: سارع ولا تلبق بناديك، وسابق ولا تمكث بواديك. اطلب الأعلى دائما وما عليك، فإن موسى لما اختصه الله بالكلام قال: رب أرني أنظر إليك. تريد المجد ولا تجد، تطلب المعالي وتنوم الليالي، ترجو الجنة وتفرط في السنة. قام رسولنا صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدماه، وربط الحجر على بطنه من الجوع وهو العبد الأواه، وأبنيت عقباه بالحجارة، وخاض بنفسه كل غارة. يدعى أبو بكر من الأبواب الثمانية، لأن قلبه معلق بربه كل ثانية. صرف للدين أقواله، وأصلح بالهدى أفعاله، وأنفق في سبيل الله أمواله، هاجر وترك عياله. لبس عمر المرقع وتأوه من كسر الموت وتوجع، وأخذ الحيطة بدينه وتوقع، عدل وصدق وتهجد، وسأل الله أن يستشهد فرزقه الله الشهادة بالمسجد. عليك الجد إن الأمر جد، وليس كما ظننت ولا همت، وبادر فالليالي مسرعات، وأنت بمقلد الحدثين مت. اخرج من سرداب الأماني يا أثير الأغاني، انفض غبار الكسل واهجر من عزل، فكل من سار على الدرب وصل. نسيت الآيات وأخرت الصلوات، وأذهبت عمرك السهرات، وتريد الجنات. ويلك والله ما شبع النمل حتى جد في الطلب، وما ساد الأسد حتى وثب. الحمامة تبني عشها، والعنكبوت تهندس بيتها، والضبع يحمل مغارة، وأنت لك مدة ورأسك على المخدة. احرص على ما ينفعك، لأن ما ينفعك يرفعك. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. بالقوة يبني القصر المنيف، وينال المجد الشريف. صاحب الهمة ما يخيفه الحر، ولا يقلقه المر، ولا يخيفه القر، لأنه تضرع بالصبر. صاحب الهمة يسبق الأمة إلى القمة. عمي بعض المحدثين من كثرة الرواية، فلا كل ولا مل حتى بلغ النهاية. مشى أحمد محمد من بغداد إلى صنعاء، وأنت تفتر في حفظ دعاء. ووضع ابن تيم في الزنزانة، فبرز بالعلم زمانه. اعلم أن الماء الراكن فاسد، لأنه لم يسافر ولم يجاهد. ولما جرى الماء صار مطلب الأحياء. بقيت على سطح البحر الجيفة لأنها خفيفة، وسافر الجر إلى قاع البحر، فوضع في التكريم على النحر. فكن رجلا رجله في الثرى، وهامت همته في الثريا. يا كثير الرقاد، ألا لنومك رقاد؟ سوف تدفع الزمن يا من غلبه الوسم. تظن الحياة جلسة وكبسة ولبسة وخلسة، بل الحياة شريعة ودمعة وركعة ومحاربة بدعة.